القصة الكاملة لأحمد الشرع أبو محمد الجولاني من الجهاد إلى الحكم. قصة صعود الرئيس السوري الجديد. ولد أحمد حسين الشرع المعروف بلقبه أبو محمد الجولاني في عام 1982 في العاصمة السعودية الرياض، لأسرة سورية نازحة من هضبة الجولان المحتلة. ينحدر من عائلة متدينة ومحافظة، وكانت عائلته قد غادرت سوريا في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للجولان عام 2067. قضى طفولته في السعودية، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي ضمن مدارس الجالية السورية، وتربى على قيم الهوية الإسلامية والقومية في آن معا. مع عودة العائلة إلى دمشق في أواخر الثمانينيات، استقر أحمد مع أسرته في حي المزة، أحد أحياء العاصمة السورية. أظهر منذ صغره ميولاً نحو القراءة الدينية والتاريخية، وكان مهتماً بالشخصيات الإسلامية القيادية مثل صلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب. في مرحلة المراهقة تأثر بشدة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية وبمشاهد الحصار والدمار في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وهو ما دفعه لتبني أفكار الجهاد والدفاع عن الأمة. في عام 2003 سافر إلى العراق بعد سقوط بغداد مباشرة، والتحق بفصائل المقاومة السنية ضد الاحتلال الأمريكي، وخاصة الجماعات المرتبطة بأبو مصعب الزرقاوي. شارك في معارك عديدة ضمن ما عرف لاحقا بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. تم اعتقاله من قبل القوات الأمريكية عام 2006، واحتجز في سجن بوكا الذي أصبح فيما بعد مركزا لتكوين العديد من قيادات التنظيمات المسلحة. في المعتقل واصل دراسة الشريعة وأشرف على حلقات دراسية دينية، مما زاد من مكانته بين المعتقلين. بعد الإفراج عنه في 2011 تزامناً مع بداية الثورة السورية، عاد إلى سوريا وبدأ بتشكيل نواة فصيل مسلح يحمل توجهاً جهادياً واضحاً. أسس جبهة النصرة لأهل الشام التي أعلنت انتماءها لتنظيم القاعدة. برزت الجبهة سريعاً كقوة ضاربة في الميدان، خاصة في إدلب وحلب، وشاركت في إسقاط مواقع استراتيجية للنظام السوري. لكن مع تصاعد الخلافات مع تنظيم الدولة الإسلامية، قرر الجولاني فك ارتباطه العلني بالقاعدة عام 2016، وأعاد تسمية التنظيم إلى جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام في 2017، في محاولة لإعادة التموضع السياسي داخليا وخارجيا. بدأ يطرح نفسه كقائد محلي وليس فقط فصيلا جهاديا عابرا للحدود، وركز على بناء حكم إداري في الشمال السوري، خاصة في إدلب، عبر حكومة الإنقاذ السورية. طور الجولاني أسلوباً جديداً في الحكم الجمعي، جمع فيه بين قبضة أمنية صارمة وشكل إداري خدمي نسبياً. حرص على فرض الضرائب، إنشاء هيئات رقابية، دعم المحاكم الشرعية، وبناء بنية مؤسساتية داخل إدلب والمناطق التي تسيطر عليها الهيئة. ورغم الانتقادات الكثيرة حول التضييق على الحريات ووجود سجون سرية، إلا أن كثيراً من سكان تلك المناطق وجدوا فيها قدراً من الاستقرار وسط فوضى الحرب. مع تراجع النظام السوري عسكرياً واقتصادياً بين عامي 2022 و2024، بدأ أحمد الشرع يتحرك سياسياً. استثمر علاقاته الإقليمية وفتح خطوط تواصل غير مباشرة مع دول عربية وأجنبية. قدم نفسه على أنه شخصية براغماتية مستعدة لتقديم تنازلات مقابل إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة سوريا وشطب اسمه من قوائم الإرهاب. في نوفمبر 2024 أطلقت هيئة تحرير الشام بالتعاون مع مجموعات أخرى منشقة عن النظام عملية عسكرية ضخمة باسم ردع العدوان، شملت جبهات من الشمال إلى الجنوب. ومع انهيار المنظومة الأمنية في دمشق وانشقاق عدد من كبار الضباط، دخلت قوات الهيئة العاصمة دمشق بعد 12 يوما من القتال المكثف. في 8 من ديسمبر 2024 غادر بشار الأسد البلاد إلى روسيا وسط صمت رسمي ودولي، وأعلن الجولاني تشكيل المجلس الأعلى لإدارة المرحلة الانتقالية الذي اختاره بالإجماع رئيساً لسوريا. في يناير 2025 تم تنصيب أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً للجمهورية العربية السورية بموجب إعلان دستوري انتقالي لي. أعلن عن حل مجلس الشعب وتجميد العمل بالدستور السابق، وبدأت الحكومة الانتقالية في فرض سيطرتها على المؤسسات العامة. خلال الأشهر الأولى من حكمه أطلق عدة خطوات بارزة، منها تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، إصدار عفو عام جزئي، محاولة تطبيع العلاقات مع دول عربية مثل تركيا وقطر والسعودية، وبدء مفاوضات مع القوى الكردية في الشمال الشرقي
لإعادة دمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية، كما سعى إلى السيطرة على الفصائل المسلحة الخارجة عن سلطته وفرض الجيش الوطني السوري كقوة عسكرية موحدة تحت إمرته. على الصعيد الشعبي قدم نفسه بصفته رجل المرحلة وليس الزعيم المطلق، مؤكدا أن فترة حكمه ستنتهي بعد المرحلة الانتقالية التي حددها ب5 سنوات، تجرى بعدها انتخابات حرة تحت إشراف دولي. ورغم هذا لم تتوقف الانتقادات له سواء من داخل المعارضة القديمة أو من مؤيدين سابقين له من التيار الجهادي الذين اتهموه بأن التحول إلى مشروع وطني علماني. يصفه البعض بأنه براغماتي ذكي تمكن من البقاء في الساحة رغم محاولات اغتياله وحصار جماعته، ويراه آخرون كشخص متلون تخلى عن مبادئه الأولى طمعا في السلطة. لكن المؤكد أن صعوده إلى سدة الحكم في دمشق لم يكن مجرد ضربة حظ، بل نتيجة لتخطيط طويل وتحولات فكرية وتنظيمية كبيرة مر بها على مدار عقدين. واليوم في منتصف عام 2025 لا تزال سوريا تعيش مرحلة دقيقة مع تحديات اقتصادية ضخمة وبنية تحتية مدمرة ومجتمع منهك من الحرب والانقسام. أما أحمد الشرع الذي حمل السلاح باسم الجهاد ثم ارتدى البذلة الرسمية باسم الدولة فيقف على رأس السلطة محاطا بتساؤلات كثيرة. هل سينجح في إعادة بناء الدولة؟ هل سيسمح بانتقال ديمقراطي حقيقي؟ وهل يكون حقا آخر قادة الحرب وأول رجال السلام؟ الجواب يبقى مؤجلا بانتظار ما تحمله الأيام القادمة.